هذا العمل يمت إلى الواقع بكل صلة، وكل الخناقات اللي هتسمعوها من واقع الحياة اليومية. يجي ولا ما يجيش؟ الو. ايه يا حبيبتي، ازيك؟ عامله ايه؟ أهلا أهلا، إيه الأخبار؟ وصلت لحد فين؟ عندي خبر مش لطيف، بس اوعي تزعلي الله يخليكي. خير، قلقتني. بصي بصراحه انا مش هقدر اجي النهارده، بكره عندي شغل من الصبح بدري. تخيلي حتى يوم الاجازه مش عاتقني. معلش معلش، هتعمل إيه؟ ربنا يوفقك. ومجهد جدا ومحتاج انام عشان من بدري لازم اكون في المكتب، معلش انا اسف. تمام تمام، روح نام تصبح على خير. اوعي تكوني زعلانة. انتي كنتي عارفة انه مش جاي كالعادة، لا ده انتي كنتي كمان مش عايزاه انه يجي اصلا. وجوده اصبح بيوترك. ما تضحكيش على نفسك. مساء المشاعر المتلخبطة. فعلا هي متلخبطة على الاخر. يعني من كتر ما غاب وساب مكانه فاضي، خلاها تتعود وترتاح لعدم وجوده. أنا مش فاهم بصراحة، هي عايزاه يجي ولا خايفة ومرتاحة لعدم وجوده، ولا بتتظاهر إنها منتظراه؟ إيه اللخبطة دي؟ هي كانت عايزاه وبتستجديه لوقت طويل، لحد ما فهمت إنه بيتهرب منها، ويمكن كمان تكون عرفت هو بيتهرب ليه. ده انتم عليكوا حركات يا ستات. ايه ده؟ ده احنا غلابة جنبكوا. يا تامر، الست بتعرف إمتى جوزها عايزها وإمتى بيكون مجرد راكنها على الرف وبيتحجج عشان ما يبقاش معاها. لكن في راجل بقى ذكائه على قده، زي اللي انت بتقول عليه ده، بيبقى فاكر إنه أذكى إخواته فبيلعب بديله، وهو متخيل إن الست ولا هي هنا، في حين إنها صابرة وساكتة. يعني بيتهرب منها ويروح لواحدة تانية وهي تسكت عادي كده؟ لا، هي بتتحرق من جواها، وبتاخد وقت طويل علشان تتأكد وتفكر هتعمل ايه. ده لو هي ست عاقلة وقوية، ساعتها هتشوف المناسب لحماية البيت وتعمله، حتى لو بقائها في العلاقة على حساب كرامتها وأعصابها. وفي واحدة مش هتقدر على ده فهتتجنن وهتطربق الدنيا على دماغه، وساعتها ممكن تبقى هي الضحية، لأنه هيلف ويقلب الترابيزة ويقول شفتوا أنا كنت مستحمل جنانها إزاي؟ عشان كده كنت بتهرب وبدور على حد يريح. أنا مبسوطة منك بشكل يا تامر. ليه بقى إن شاء الله؟ لأنك النهاردة لخصت في تعليقك ده لفة كبيرة، ما بنبقاش فاهمين هي بتحصل إزاي. يا نيروز، الراجل اللي بيحب مراته عايز يبقى متواجد جنبها باستمرار، فبينتهز أي فرصة علشان ما يبقاش بعيد، ولو في آخر الدنيا هيجي ويقعد معاها ولو ساعة. لكن اللي عايز يبعد ويهيص بره بيخلق 100,000 حجة وعذر علشان يفضل بعيد. والست اللي قلبها بيتكسر بعد ما تفهم حقيقة علاقة زي دي، بتبقى خايفة من وجود الراجل ده في حياتها أكتر من خوفها من الانفصال عنه. والاتنين صعب جدا الاختيار ما بينهم. يا ترى تتطلق وتعيش في جحيم الانفصال، ولا تكمل معاه وهي خايفة ومرعوبة منه، وساعتها بتفضل غرقانة في بحر من الحيرة مش لاقية بر أمان. يا ترى بقى انتم تنصحوها بإيه؟